والله يحب المحسنين. آه. هل هناك يا شيخنا يعني في فرق بين العفو وكظم الغيظ؟ وأنهي في المرحلة الأولى عند الله سبحانه هو لو وتعالى؟ نظرنا إلى هذه الآيات الذين ينفقون في السراء والضراء في كل أحوالهم، إذا في حال السعة والعطاء ينفقون لله، ونعم. وفي حال الضيق وعدم السعة كذلك ينفقون. ونعم بالله. لذلك كما ورد في الحديث: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. وينزل ملكان كل يوم، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا خلفا وأعطي ممسكا منفقا تلفا. تلفا. فالإنسان لا يترك هذا الباب الكبير، هذا الخير العظيم. الذين ينفقون، هذه صفة عباد الله المؤمنين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كظم الغيظ إنه الإنسان يكون قادرا، زي ما قلنا، بيكون قادرا على الانتقام، قادر على أخذ الحق، ومع ذلك يعني يسامح يغفر، ومع ذلك لا ينتقم لنفسه كما ورد. وبالمناسبة هذه الآية حصل موقف مع سيدنا علي زين العابدين، علي بن الحسين بن علي، ابن سيدنا علي، يعني ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي، علي بن الحسين بن علي، وكان يسمى بزين العباد. انظري إلى يعني زي ما بقول تفاعلهم مع الآيات وامتثالهم للقرآن ولأوامر القرآن. ذات مرة جارية عنده قامت تصب له الماء ليتوضأ، فعن سهو منها، عن غفلة، وقع منها الإبريق فسقط على رأسه فشج رأسه وسال منه الدم. فالإنسان في هذه الحالة أحيانا نفسه تتغير، وجهه يتغير. فلما رأته فذكرته بالله، ومن صفة المؤمنين أنهم إذا ذكروا بالله يتذكروا. فقالت له: يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والكاظمين الغيظ. جميل. فقال لها: كظمت غيظي. قالت له: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فقال لها: عفوت عنك. قالت له: والله يحب المحسنين. فقال لها: أنت حرة لوجه الله ابتغاء الثواب من الله. طب يا شيخنا مثلا، فهنا نشوف دي القصة: كظم غيظه، ما رد الانتقام، عفى عنها، لم يؤاخذها. والله يحب المحسنين، يعني زاد في إحسانه فأعتقها لوجه الله تبارك وتعالى طلبا للثواب من الله. فيتبين لنا أن الكظم هذه مرتبة عالية، والعفو مرتبة أعلى، لأن العفو لا يكون معه الصفح الجميل، لا يكون معه حتى المعاتبة. مش اللي هو مثلا بيجي مثلا يقول له: خلاص يا عم أنا سامحتك، ويجي كل شوية يقول له: فاكر لما عملت فيا وسويت وكذا. لا يتبعه ملامة وتعيير ونحو ذلك، بل خلاص انتهى الموضوع، زي ما بيقولوا في أرضه انتهى. فالإنسان عليه أن ينتبه لهذا الأمر. طب مثلا انت حضرتك بتتكلم على ابن سيدنا علي. نعم. الناس دي يا شيخنا كانت ماشيه بكتاب الله وسنه رسوله. علينا ان نقتدي ما هو احنا بنقتدي وبنجتهد ان احنا نقتدي. نعم. واحنا هنا عشان ان احنا نجتهد. نعم. احنا دلوقتي في الزمن الاخضر اللي احنا فيه ده، مش عايزه اقول لك كل واحد يقول لك ايه، انا بقول نفترض انه ما عفاش، وانه شايف ان حقه ما يعيش ذليل، ما هوش قادر يسامح، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ماشي. هل هو كده